السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله بخير يا ربي وبصحة وبعافية. نبدأ الفيديو بالصلاة على محمد. اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم. بنات، مثل ما تشوفون هاي القطعة مترتين ونص، القماش كشمير، طبقتها كلها الفصال رايدي أبو الكشكش، يعني يكون من الأسفل بيه كشكش. هنا بنات أول ما تجيبون قطعة القماش تطبقوها كلها، يعني 4 طبقات. شقد تشيلين منها؟ الكشكش رايدي شبر وإصبعين، طبعا الإصبعين زيادة للخياط أنا مخليتهم. الفصال بأنواع، بالكشكش الطويل والعريض، العفو والقصيف. فأنتي نفس الطريقة تاخذيها بالكشكش اللي يكون للركبة والكشكش اللي يكون طوله شبر. أني شبر وإصبعين وقصيت هذا الكشكش. هسه تشوفون بنات بنهاية الفيديو الفصال إيش قد حلو ومرتب وأنيق باللبس، كلش كلش حلو. طبعا انطلب مني قبل فترة، قبل فيديوهات طبعا، يعني فترة قديمة، شلون نفصل من نطلع الكشكش. وأنا منزلة هذا الفصال أكثر من مرة أو مرتين هواية، اللي يرجع للفيديوهات القديمة يلقى. هنا بعد ما فصلت شبر من طول القطعة كلها، رجعت ثنيتها بالعرض. عرفتوا بنات؟ تكون مسدودة من الأسفل ومفتوحة من فوق. الطول مالت صاحبة الدشداشة طولها 130. هنا شوفوا بنات طبقت البدن وأيضا الردانات هماتين خليتهن على صفحة. هسه جاي أرتب القطعة اللي بقت كلها. شوفوا بنات بهالشكل. هنا عندي العرض مالت البدن أريده 3 أشبار وفتر، العرض مالته على المود تكون التخصيرة مالته كلش حلوة ومرتبة. القماش كلش كافي، القياس اكس لارج، يعني مو سمينة، قياس اعتيادي، كلش كافي على هذا الفصال. رمضان على الأبواب بنات، وأقول لكم كل عام وأنتم بألف خير. إن شاء الله يعود عليكم كل سنة رمضان بالصحة والعافية والأمان والرزق يا ربي، الكل المتابعين وكل أمة لا إله إلا الله. هنا شوفوا بنات قصة شبرين، يعني انطيت زيادة بالعرض مالت الدشداشة، سويتها شبرين، يعني مطبوق 4 أشبار إذا انفتحت البدن مالتها، والباقي خليته للردانات كلش كافي. هنا راح أقيس محيط الكتف، زيدت شبر وإصبعين. هنا عندي 4 محيط الرقبة، والنزلة 3، 4 أصابع. هنا 5 مفتوحة اللي تكون هي زيادة. شوفوا بنات تركت أصبع. هنا شبر و5 أصابع، هو هاي حفرة الردن. هنا عندي نزلة الكتف أصبع واحد. أنا أيضا سويت تعديلات لأن عندي بيها شترات بالقماش من فوق، سويت له تعديلات وسويت نزلة الردن وياها. هنا سويت التخصيرة، طبعا للأسف الكاميرا ما صايرة قبال الفصال. هنا سويت تعديلة جوا التخصيرة. وهنا بنات من الجوانب ناخذ 3 أصابع على مود الكشكش ما يكون نازل من الجوانب، على مود تكون الفرة مالة الكشكش كلش حلو ومرتب بهالشكل هذا. كمل عندي الفصال بنات. هنا راح نجي هسه للردانات.
الردانات راح اسويهن بف بنات كلش كافي. هنا عندي العرض مالتها شبر و4 أصابع، ثنيتها بالعرض، تشوفون جاي أفصل بيها بالعرض مو بالطول، لأن إذا بالطول تكون قصيفة. هاي الحفرة مالت الردن، شوفوا بنات 5 أصابع، وتسوين ال3 دخلين، تسوين الفرة مالت الردن. هاي الحفرة شوفوها بنات بهالشكل هذا. نحفر المنتصف من منطقة الكتف، وبعدين ناخذ من عرض الردن من منطقة الزند بهالشكل هذا. كملت عندنا الردن هاي جوا العكس تقريبا، يعني اصبع واحد جوا العكس. تجي بعدها البف، هاي البقعة الوصلة بنات هي هاي اللي راح تكون البف مالة الردن. هنا ايضا راح اضيف دانتيل وايضا لاستيك من المعصم. استخدمت بنات لهذا الفصال نوعيتين دانتيل. أنا الدانتيل دائما أخذ منه أطوالة كاملة. وأيضا راح أخلي للكشكش دانتيل كلش حلو يكون بعد ما يكمل، لأن الدانتيل يضيف جمالية للكشكش من الأسفل. اتبعوا هاي الطريقة بالخطوات بنات اللي قياسها اكس لارج. هذا الفصال كلش مضبوط. إذا تقولوا لي بالأشبار ليش قست بالأشبار، هنا عندي شوفوا 5 أصابع، الدلعة سويتها قصة التفاحة، و4 العرض يعني مطبوق 4 أصابع نفس محيط الرقبة. هنا راح أبطن الشبر بنات 21 سنتيم. أنا بالنسبة لشبري 21 سنتيم، بس تفتحين الشبر مضبوط. والأربع أصابع هي 8 سنتيم. على هذا الأساس بنات أنتوا قيسوا إذا تريدون بشريط القياس. هنا أقص الزوايا مالت قصة الدلعة مثل ما تشوفون، ونكمل البطانة مالتها. إن شاء الله بنات تستفادون من هاي الفصالات، وإن شاء الله ما أتأخر عليكم، ألحق أمنتج لكم يعني كم فيديو، لأن عندي لود بالخياط. تعرفون هاي الفترة هي يعني مقبلين على رمضان ومقبلين على العيد، بدينا نستلم من هسه الأقمشة والحجوزات. وشي ثاني بنات، أني زبوناتي كلهم يعني اللي يجون يجيبون أقمشة، لأن مرات أني يجيبون أقمشة ورا تقريبا 12 يوم أو 10 أيام يرجعون يجيبون مرة ثانية للعيد. فأني أي وحدة تجيب القماش بلغتها 15 رمضان إن شاء الله بعد ما أستلم قماش نهائي، لأن يصير عندي لود وما ألحق. شوفوا بنات هذا الدانتيل هذا القصيف كلش، هذا أنا أجيب طول منه، الطول ب3000 يكفي لي هواية، يعني كلش أستفاد من عنده. العريض اللي طبقته وياه بنات، هذا المتر مالته 500 دينار. الطول مالته يصير ب7. طبعا اللي تجيب طوالة تستفاد طبعا، واللي ما تريد تجيب طوالة هو أصلا يعني سعره مناسب، تقدر تشتري كل القصيف تقدرين تشترين 4 أمتار ب1000، فأنت تشترين على 1000 كل الألوان. وأيضا المتر الثاني يعني الدانتيل الثاني المتر مالته ب500، تقدرين تجيبين كل مترتين لون أو كل 3 مترات لون، تقدرين تجيبين مجموعة الألوان كلها وتستفادين من عندها بالفصالات. بيها هواي فصالات. هنا خيطت شريط من نفس القماش، وراح أخلي له فد مثلث صغير مثل الكبوس بنهاية الشريط، أيضا يضيف يعني كتطعيم للشريط. وأخليه أيضا من قدام شدة. كلش حلو وبسيط هذا الفصال، رغم البساطة لكن هو أيضا متعب بنات بحد ذات، الخياط كلش متعب. هنا بنات راح أخليها بالنص، وأيضا أضيف
دقم ذهبية بالنص. عالمود تكون الصدر يعني منظم وأحلى. الدقم أيضا يضيفون جمالية. هنا هسه كملت الصدر، وهاي الدقم شوفوا بنات بهالشكل هذا كلش حلوة تكون بهالشكل هذا. هنا كمل عندي الصدر. إن شاء الله عجبتكم هاي الفكرة بنات، تستفادون من عدها بالفيكات مالت الخياطات. هنا عندي الخلف خيطته من الكتف مثل ما تشوفون، وأيضا بطنه أنا عندي محيط الرقبة. هنا عندي الردانات، الكسرات راح تكون بالنص بس، يعني مو على كل طول الردن بالنسبة للبف، لأن القطعة كلش قليلة بالنسبة للبقت، فأني رتبتها سويت لها كسرات بس من النص، وضفت الدانتيل بهالشكل هذا. كلش حلو ومرتب وأنيق تكون الردن كتطعيمة، يعني يكون الردن تشبه الصدر يعني حاشية الدشداشة. هنا كمل عندي بنات، وهسه راح أخيط اللاستيك. أخيط باللاستيك، اللاستيك اللي يكون بالمكوك مثل ما تعرفون. البكرة مالته بربع هذا اللاستيك بهالشكل هذا. أيضا كملت هاي الردن مثل ما تشوفون. أرجع عليها مرتين، والخيط أخليه ناعم كلش. يعني الماكينة إذا كان أنت تخيطين متوسط أو خشن فخليه على الناعم، على المود يضبط لك الدانتيل، العفو يضبط لك اللاستيك الرفيع. هنا هاي الردن طبعا رادت كسرات بالكتف. الموديل هسه بنات أكثر الخياط نخلي كسرات بالكتف بالردن. رجعت هذه المودة. هنا كملت عندي مثل ما تشوفون، وسديت الدشداشة من الجوانب. هنا هسه عندي الكشكش. شوفوا بنات من الأسفل بدينا بنهاية الدشداشة، طبعا بعد ما سديتها من الجوانب. هنا خليت الدانتيل شوفوا بنات على الحافة. وبعدين أخلي بعده الكشكش على حافة الدانتيل من الجهة الثانية مثل ما تشوفون. أنا جبت من هذا الدانتيل بنات طول مثل ما قلت لكم، ومن باقي الألوان جبت على ب2000. كل الألوان جبتها على 2000. هنا عندي الكشكش بديت يعني أكسره، أسوي له الكسرات، كسرات كلش خفيفة ومتباعدة على المود يكفي عندي القماش. هنا هسه راح أخيطه على الدانتيل. هنا بنات شوفوا على حافة الدانتيل من الأسفل خليت الكشكش شلون يبين بنات مثل ما تشوفون أثناء الخياطة، وبين كلش حلو. هنا عندي كملت الدشداشة. شوفوا بنات هالفصال أنيق ومرتب وكلش حلو وبسيط بنفس الوقت. وهنا شوفوا الحاشية شلون كملتها الكشكش كلش حلو ومرتب. إن شاء الله عجبكم بنات هذا الفصال واستفاديتوا من عنده. لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على المود يوصلكم إشعار لأي فيديو أنزله. واعذروني إذا أكو سحقات هواية. وهماتين أقول لكم بنات كل الهلا بالمشتركات الجدد عندي، وألف هلا بمشتركاتي القديمات. ويا ريت بنات تكملون الفيديو مشاهدة على مود يصعد الفيديو.
وتستفادون من عنده. باي حبيباتي.